والله العظيم 3 أحسن، والواحد فرحان إن إحنا خسرنا. أنت عارف لو إحنا كنا تعادلنا كان الواحد هيبقى متضايق، يعني الواحد قاعد متضايق وفرحنا خلاص إن ده الحاجة الوحيدة اللي إحنا عملناها، مسكنا الكورة 10 دقايق أول ما التغييرات اشتغلت في الدقيقة 70 وقفشة نزل وخلاص. دول الدقيقتين اللي إحنا مسكنا فيهم الكورة ورحنا بهجمة واحدة لقفشة اداها لوسام وبعد كده اداها يحيى عطية الله وشاطها بره. بيتهيألي دي الهجمة الوحيدة اللي إحنا عملناها صح في الملعب يعني، وعشان ربنا ما يرضاش بالظلم. والله العظيم إحنا خسرنا عشان ربنا ما يرضاش بالظلم، عشان الماتش اللي فات تبدا بمصطفى شوبير. الشناوي بقى ما يقعدلوش دكه، لا انا ما بقعدش دكه لحد، يطلع بره القايمه خالص. فانت تبدا بيه النهارده، يعني شوف ربنا بيعاقبنا احنا بقى، والجون يبقى هو السبب الرئيسي فيه. عشان الناس بتقول لك كل الحراس بتغلط، كل مش عارف ايه، ادي كل ماتش رابع ماتش على التوالي يبقى وحش فيه. حتى الماتشات اللي احنا بنكسبها كان بيبقى وحش فيه. ادي الفرقه اللي احنا مشايلينها 6 رايحين على ارضهم مش عارفين نتعادل معاهم، مش عارفين نجيب فيهم جون. يعني احنا دلوقتي اديناهم امل. الناس بقى تطلع تقول لك ده فرحانين ازاي ان هم كسبوا الاهلي وجابوا جون ومش عارف ايه، والجمهور بيولع شماريخ عشان جابوا جون وفرحانين بقى ان هم جابوا جون وفازوا الاهلي، واحنا بقى نقول بقى ان احنا فزنا عليهم 6-1. ده اللي احنا نقعد نلحم فيه. طب ازاي بقى؟ مش فاهم برضه، احنا مش عارفين نجيب فيهم جون. هم فرحانين، ما انت ما حدش فاهم هم فرحانين ليه، ان هم بقوا التاني في المجموعه دلوقتي. وانت عندك بكره مين اللي هيلعب؟ اورلاندو هتفوز طبعا كده وهتبقى هي الاول، ولا انت بقى ولا هي بقى، هو احنا التاني وهو اورلاندو هي الاول. فانت اديتهم الامل بقى. فالماتشين اللي فاضلين لنا بقى، لو احنا بقى لعبنا بقى خسرنا ماتش ولا تعادلنا ماتش وهم فازوا بقى الماتشات اللي بعد كده، يبقى انت كده كل سنه وانت طيب بقى. كده احنا مش هنصعد اصلا من دور المجموعات. ليه؟ عشان ربنا ما بيرضاش بالظلم. التشكيله بقى والحمد لله ان احنا ايه خسرنا. تعرف لو تعادلنا هيطلعوا بقى في قناه النادي الاهلي ويطبلوا، واحنا اول المجموعه. حتى لو التانيين فازوا احنا برضه هنبقى 8 نقط وهم 8 نقط. فايه، فاحنا لسه في اول المجموعه وفي امل ومش عارف ايه وفي سعاد وكلام بقى ايه هبل من بتوعهم اللي هم بيطبلوا فيه للعيبه وللاداره ولكل حاجه. فالحمد لله ان احنا خسرنا. ما تشوفهم هيطلعوا يقولوا ايه بقى النهارده وهيلحنوا ازاي. فانت مش عارف مين بيلعب فين ومين مع مين. واللي كان بيلعب باك يمين الماتش اللي فات بيلعب في نص الملعب، واللي كان بيلعب في نص الملعب يلعب هاف يمين، واللي بيلعب هاف شمال بقى يجي ناحيه اليمين. وخلاص اقتنع بامام ان هو خلاص هاف، مش نص ملعب ولا 8 ولا ديفندر ولا اي نيله. خلاص اقتنع بيه هاف، على اساس ان هو لما يلعبه هاف بيجيب له هاتريك ولا حاجه وبيعمل له 17 جون ولا حاجه. فكله زي الزفت، كله زي الزفت. يعني ما فيش حد يعني عليه العين غير الواد وسام. بيطلع يعني في الدقيقه 82 انا شايفه بيطلع يجري على المدافعين وعلى الجون. الواد نفسه فهو المظلوم الوحيد في الفرقه. والله العظيم هو الوحيد اللي مظلوم في الفرقه، ولا حد ليه تاني فيها ولا مدرب. يعني انت مش مستاهل اصلا مدرب، ولا مستاهل حتى لو عملت. يعني انت المفروض انت النادي الاهلي، يعني هتقول لي كوكا، تقول لي الدبيس، تقول لي سين، تقول لي مين؟ ما هم كلهم بيلعبوا في النادي الاهلي باسم النادي الاهلي. المفروض اللي جوه زي اللي بره، زي اللي قاعدين زي اللي بره التشكيله، زي اللي بره القايمه، كلهم المفروض زي بعض. ده المفروض يعني النادي الاهلي يعني لو لعب بالاحتياطي يكسب اي حد. ده المفروض يعني. فاحنا شايفين ان احنا بنلعب بالاساسيين وبنهجص في التشكيله وبنخسر وبنتعادل. يعني احنا قلنا خلاص الدوري، احنا تعادلنا مع انبي وكنا هنخسر مع انبي، مش مشكله هنركز احنا في افريقيا، مش مشكله الدوري احنا لسه في ايه، في ماتشات كتيره جايه سهله ومش عارف ايه، وهناك سيراميكا وهيبهدلوا مع المصري ومش عارف ايه اي كلام. واحنا عمالين ننزل هناك وننزل هنا. يعني احنا خلاص، ما احنا هتقولي احنا لسه الاول، لا احنا 7 نقط. اورلاندو هتلعب بكره هتكسب هيبقوا 8 نقط، هيبقى احنا التاني. دلوقتي احنا شباب بلوزداد ادينا لها الامل عندها 6 نقط، يعني هتبقى هي مثلا التالت. فاضل لنا ماتشين هنتكسح في واحد وهم مش هيتكسحوا خلاص بقى. هم خلاص ادينا لهم الطريق ان هم مش هيخسروا ولا ماتش. فهم هيسبقونا بالمستوى ده بالزفت ده هيسبقونا. رايحين بقى فين بقى الصفقات وكاس العالم للانديه؟ كل ماتش يتحرق دمنا ونقول فيه وفيه وفيه كل ماتش، وترجعوا تتريقوا علينا والجمهور ومش الجمهور. وده كله بسبب الاعلام والقناه بتاعت النادي الاهلي. والله العظيم يعني مش عشان بقى الواحد اهلاوي تقعد تطبل طول الوقت. ما اللعيبه زي الزفت والمدرب زي الزفتين. لو جبنا اي حد وحط التشكيله ما اللعيبه تنزل تكسب، يعني مش محتاجه. ما رضا سليم قال لك المدرب ما بيقوليش حاجه، يعني كده كده مش مقتنع بيا. طب يقول لي حاجه تقدمني ولا حاجه تطورني عشان يقتنع بيها؟ لا هو مش مقتنع خلاص، هو بيحب ويكره وخلاص. نزل لي كهربا المنقذ، كهربا هيعمل ايه كهربا يعني في الاخر؟ يعني مش فاهم. ده المنقذ يعني بتاع الماتش. فالصراحه كل حاجه زي الزفت واداء زي الزفت
وهنفضل على المستوى ده، مش هنطلع من دور المجموعات. وانا بقول لك اهو لو فضلنا كده والله ما هنطلع من دور المجموعات. هتبقى اورلاندو وشباب اللي احنا الزفت اللي احنا كسبناها 6 وفرحانين، ده كسبتنا واحد وهم فرحانين بالواحد، ما 6 زي الواحد يعني. دول خدوا 3 نقط ودول خدوا 3 نقط. عشان في ناس حتى كانت بتتفرج قلت لك طب هم فرحانين بالجون؟ ايوه فرحانين بالثلاث نقط مش بالجون، ان هم ادتهم قبل ان هم تاني دلوقتي. ولو الاهلي خسر ماتش كمان وهم كسبوا هيبقوا التاني وهيخشوا في الاول. انت اديتهم الامل، مش فارق معاهم ولا 6-1 ولا 7-1، هم خدوا منك الثلاث نقط على الفاضي وخلاص. ما كانت تسيبها، مش عارفين نتعادل لحد نطلع بالنقطه حتى يبقى اسمنا احنا هنفضل الاول بفرق الاجوان. حتى لو اورلاندو الزفت كسبت بكره كنا هنبقى 8-8، بس احنا هنبقى الاول بفرق الاجوان عشان احنا جايبين فيهم 6 جوان. تبقى الحسنه بتاعت ال6 جوان عملت معانا حاجه، ما كده ولا لها لازمه ولا 6